السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة دهب تي في. زي ما أعلنا في فيديو سابق أسماء اللاعبين الأجانب اللي اختارهم بيليتش مدرب نادي الاتحاد لقيادة الفريق خلال دوري أبطال آسيا القادم، دلوقتي بنعلن أسماء اللاعبين الأجانب اللي اختارهم زوران ماميتش مدرب نادي الهلال لقيادة الزعيم خلال دوري أبطال آسيا. ويا ريت قبل ما نكمل الفيديو ما تنسوش تدعمونا باشتراك في القناة من الزر الأحمر تحت الفيديو، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتنا، وتعملوا لايك وشير للفيديو. يلا بينا نشوف تفاصيل الخبر ونشوف أسماء اللاعبين الأجانب في القائمة الآسيوية بالنسبة لنادي الهلال. يلا بينا. استقر الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لفريق نادي الهلال على اختياراته الأجنبية في قائمة فريقه استعدادا لبطولة دوري أبطال آسيا 2019. نادي الهلال يستعد لانطلاقة بطولة دوري أبطال آسيا 2019 والمقرر لها أن تنطلق بداية مارس المقبل. وأشارت المصادر لدهب تي في إلى أن البرازيلي كارلوس إدواردو في قائمة الهلال بجوار الفرنسي جوميز والإيطالي سيباستيان جيوفينكو والأسترالي ميلوس ديجينيك كلاعب آسيوي. إدارة الهلال برئاسة محمد بن فيصل تعتزم رفع القائمة النهائية للزعيم إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأسبوع المقبل، والتي تضم اللاعبين المحليين والأجانب. يذكر أن الاتحاد الآسيوي يسعى لتسلم القوائم الآسيوية يوم 23 فبراير الجاري، على أن يتم حرمان جميع الأندية من إجراء تعديلات على القائمة في دور المجموعات ودور ال16 بعد هذا التاريخ. في سياق منفصل، فجر المدير الفني البرتغالي خورخي خيسوس المدير السابق لنادي الهلال مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد المدير الفني السابق لنادي الهلال بأنه كان سيستمر مدربا للزعيم في حال وجود سامي الجابر كرئيسا للنادي. وتحدث خيسوس في تصريحات تلفزيونية قائلا: تلقيت الكثير من العروض وكنت أدرب فريقا كبيرا في البرتغال، ولن أذهب إلى البرتغال حتى أحصل على مستحقاتي، وأنا متأكد جدا لو أن سامي الجابر كان موجودا لاستمريت حتى نهاية الموسم. وأضاف خيسوس قائلا: كانت لدي أهداف مع الهلال، وعقدي مع أزرق العاصمة كان موسما واحدا مع أفضلية التجديد. أنا سعيد بوصولي لقلوب الهلاليين. وتابع خيسوس: نحن عائلة واحدة في الهلال، وودعت اللاعبين وهم في لحظة بكاء. كارلوس إدواردو علاقتي معه مميزة، وأنا من اخترته قائدا للفريق بحكم حديثنا معا بالبرتغالية، وأنا لا أعرف زوران ماميتش ولم يكن موجودا مع مدرب النخبة. أنا كنت من أفضل 10 مدربين في العالم. وأضاف خيسوس: لو بقيت مع الهلال لجعلت محمد الشلهوب مساعدا لي، ولو حقق الهلال أي بطولة ومنها الدوري فأنا ساهمت في هذه البطولات وسأحتفل معهم. ويذكر أن هناك تقارير صحفية أشارت إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يرغب في التعاقد مع المدرب البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني السابق لنادي الهلال خلال الساعات القليلة القادمة. وأشارت تقارير صحفية إلى أن الاتحاد السعودي بدأ المفاوضات بالفعل من أجل التعاقد مع خورخي خيسوس من أجل قيادة المنتخب في الفترة المقبلة. جدير بالذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن رسميا عن عدم التجديد مع المدير الفني الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي لتدريب المنتخب، خاصة بعد النتائج المخيبة للفريق في بطولة كأس آسيا الماضية. هذا ويريد مسؤول نادي الهلال في تأمين مبلغ المخالصة المالية مع المدرب البرتغالي خورخي خيسوس بعد رحيله من تدريب الفريق في الفترة الأخيرة. وأشارت تقارير سعودية إلى أن الشرط الجزائي في عقد خيسوس مع الهلال السعودي يقدر ب 500 ألف يورو. ده كان الخبر الخاص بإعلان زوران ماميتش مدرب نادي الهلال أسماء اللاعبين الأجانب المشاركين في القائمة الآسيوية في دوري أبطال آسيا القادم 2019. وزي ما شفنا الرباعي هيكون هما كارلوس إدواردو وجوميز وسباستيان جيوفينكو وميلوس ديجينيك كلاعب آسيوي. ويا ريت تقولوا لنا ملاحظاتكم على اختيارات زوران بالنسبة للاعبين الأجانب في التعليقات تحت الفيديو. وزي ما شفنا في الخبر أيضا تصريحات خيسوس مدرب نادي الهلال السابق، وشفنا قال إيه عن زوران، وكمان قال إيه عن سامي الجابر، وإن هو كان هيستمر مع نادي الهلال لو سامي الجابر كان لسه موجود، وإن محمد الشلهوب كان هيبقى مساعد ليه لو كان استمر مع نادي الهلال. كمان شفنا الخبر الخاص بإن خيسوس اقترب جدا من تدريب المنتخب السعودي، وإن الاتحاد السعودي لكرة القدم هيعلن عن الكلام ده خلال ساعات قليلة. بالتوفيق لنادي الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا 2019، وإن شاء الله يعود الزعيم على منصات التتويج بالنسبة للبطولة الآسيوية. يا ريت يكون عجبكم الفيديو، أتمنى تدعمونا باشتراك في القناة من الزر الأحمر تحت الفيديو، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتنا، وتعملوا لايك وشير للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.